السلام عليكم متابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا تأخرت عليكم هواية بالخياطة، والله يعني ما أقدر إنه أقعد على الماكينة وأفصل وأخيط، يعني تأخرت عليكم أسباب صحية تعتبر، بس هسه ما بخلت وياكم. هواي طلب من متابعيني، قالت أم بنين إنه حتى لو فصال واحد، لا أنا ما راح أبخل بيكم، راح أسوي لكم هسه فصال دشداشة عدلة قياس خاص وعدلة ومرتبة بس رياضي. يعني هي عدلة ورياضي وقياس خاص، يعني تلبس من نقول مثلا من 80 كيلو لحد 100. هسه أنا راح أنطيكم من 80 لحد 100، هذا القياس يلبس، يعني تقدرون تتصرفون انتو بيه. والقماش مترتين ونص، مو يعني 3 أمتار. والردن راح نسويها ردن كامل مرتبة، يعني هم ردن وهم كل شيء. أول شيء أنا غاسلتها نظيف، وراح أسوي لكم فستان كلش حلو هم أسود حتى تستفادون أنتم من عنده، بس تدريجيا يعني أنزل لكم إياه. هسه أني عندي قطعة مترتين ونص غاسلتها. شوفوا هذا، ركزوا شوفوا هذا الشعرورة، يعني معناته العرض مال القماش، هذا طول القماش. شوفوا منا يقصونه هم يطلع نوبات 140 135 الطول القماش، انتو حسب. اذا طويلة لا تحتاج تطولون منها من الكتف، ولا مو طويلة لا هي 140 كلش حلو. هذا القماش كوباي يعني. هسه احنا ايش راح نشتغل؟ راح نشتغل من هنا. شوفوا اول شي راح اطلع الردان، اطلع نص متر للردان، نص متر ضبط راح اطلع للردان. شلون نطبقها؟ باع هذا منه الطول نجيبه على هاي ونسوي هيجي وناخذ نص متر. النص متر شلون راح نعرفه؟ هسه انا راح اقول لكم اياه كل تفاصيله. هذا قماش مثل ما قلت لكم قماش كوباي. اطبقها طبقة اللخ، صارت عندي 4 طبقات. راح ناخذ نص متر ضبط، نعوف مترتين هذا نص متر، هذا نص متر، ايش قد بالاشبار؟ شبرين و5 اصابع، شبرين و5 اصابع تطلعون. هاي اللي ما تشتغل بالفيته، تشتغل بالاشبار. ولا ايديك، انا ايدي ترى ناعمه، لا ايديكم خشنه، شبرين مثلا اصبعين 3 اصابع. بس انا افضل انه السنتيم تجيبوه 100%، يعني ما يقبل غلط. هسه ماكو مشكله، طلعنا نص متر ضبط. قول بسم الله، قصوا عدل حتى لا يطلع عندكم عواج بيه. هسه هنا هاي من الردان نتركها على صفحه. هسه نشتغل هنا. هسه نجي طبقة القماش. شلون نطبقه؟ باعوه هذا من ما نطبق، لا نطبق على هاي كلها. شوفوا العرض مالتها، نجي حتى ناخذ مترتين. هاي كلش حلو. شوفوا هاي راح نطبقها طبقة اللخ. شوفوا هسه احنا طبقنا طبقتين، وهسه هاي طبقة اللخ، صارت 4 طبقات. 4 طبقات. نعدل، نحاول نعدل بيها ايش قد ما قدرتوا. هسه انا عدلت. هنا للرياضي راح اخذ 8 سنتيم، ما تريدها دلعه البنيه، دلعه ما تريد، راح اخذ 4 اصابع، 4 اصابع يعني 8 سنتيم. ما يصير ننزل حيل، راح يصير منا ومنا. عندها بالرياضي اذا تنزلون حيل راح تصير عندكم البنيه منا تبوط،
تقول عبالك واحد لازمني. هذا الرياضي شوي يختلف عن الدشداشة اللي بيها كتاف. احنا نريدها دشداشة عدلة بس رياضي. هسه شلون قلت لكم 4 أصابع وهنا 8 سنتيم. 8 سنتيم 4 أصابع. نجي شقد ننزل؟ شوفوا شقد ننزل، تقريبا 20 سنتيم كلش كافي. 20 سنتيم يعني شبر. بس انا ما راح انزل منه، لا. وانا راح اروح انا هذا على هذا المكان الصدر اللي انا حددت لكم اياه من مال اللي حتى اللي يصير عندي غلط. هذا غلط لان اكو هنا زايد. نجي هنا، هذا هنا 8، هذا بهالشكل. اجي شبر ضبط واوقف هنا. هذا الشبر، شوفوا شبر وقفت، يعني تعرفون ايش قد 20 سنتيم. شوفوا همان ايديا 19، هم مو 20، ايديا 19 يعني ايديا ناعمه مو خشنه. اجي احدد المكان اللي احتاجه. طبعا المكان اللي احتاجه هو والخياط راح اخذ 32 قياس 32 هو والخياط، يعني خياطه ومال القياس اللي موجود. بس البنيه ما تريدها ضيقه. ليش دا اقول لكم يلبس من 80 لل100؟ لان البنيه تريده اقل شيء منها عريض فد 3 أصابع ومنها عريض فد 4 أصابع. فايش قد راح ناخذ بالاشبار؟ شبر يعني تقريبا وفتر. شوفوا 32 سنتيم هنا 32 قياس الهاي هو كامل. بالاشبار شبر وفتر كامل. انتهى. هسه نجي شلون نحدد بهالشكل، نطلع بيه. هذا القياس كلش حلو. نجي هسه تقولون ام بنين هي ما نريد خصر احنا. هسه شوفوا هنا فتر الخصر، بس هي ما تريد مخصره، تقول انا اريدها عدله، فنمشي عدل بهالشكل. وشلون راح نطلع بيها؟ راح نطلع بيها منا شوفوا منا، ما اطب جوه، لا حطلع بيها منا 4 أصابع، يعني 5 أصابع. انا اقول لكم 5. هسه انا قست منا فتر للخصر 5 أصابع من الابط، 5 أصابع، واطلع بيها على كيفي وبهالشكل. شوفوا شلون راح اجي منا. هذا كله عدل اللي نحن راح ناخذه. ما تريدها مخصره، تقول انا ما اريدها مخصره. هاي بهالشكل. هسه راح نقص ونقول بسم الله ونتوكل. هاي بسم الله. حتى راح اشوف لكم شلون نفصل الظهر، يكون ما ينزل من الظهر ولا ينزل من الهاي. وراح نخيطها خياط بسيط. شوفوا هسه اشيلها بهالشكل واجرها اسحبها. طبعا شوفوا بهالشكل. راح اعدلها. شوفوا هنا اكو غلط، حخليكم تنتبهون على هاي اللقطه. شوفوا اكو غلط. شو راح اسوي؟ ظلوا تنتبهوا. اريد اعدل هاي اللي طلعت مو حلوه. راح اجي هيك بهالشكل، اخذ الزايد اطب بيها اسمن. شوفوا شلون راح الغي. شوفوا اني شلون اجيت منها، اخذت واطب بيها شويه. لا تخافون ما تصير قصيفه لان انا مطيتها فوق قابليتها. ركزوا. انتهى. روحت هاي اللي يصير عبالك كانه جيوب. اكو ناس تقول اشو انا عندي جيب منها عبالك، جيوب عبالك. خليني افصلها. هسه اعدلها هم من هنا. شوفوا تعديل عندي بسيط. هاي بهالشكل. هسه احنا عندنا هذا انتهى. هسه لازم مال الظهر نتركه الصراحة.
الظهر ما علينا بيه، باعوا شلون حلوة عدلة وقياسها تخبل ومصي وطيقة، تلبس من 80 لحد 100. طبعا 100 تجيها شلون نقول ضابة بس حلوة، بس 80 وال90 لا تجيها عريضة، يعني شوية بيها عرض. هسه هنا عندنا مكان الصدر، ايش راح نسوي؟ طبعا راح ناخذ 5 اصابع ضبط، يعني تقريبا 10 سنتيم. 10 سنتيم، ايش قد احنا اخذنا 4 اصابع الصدر هماتين، يعني تقريبا 8 سنتيم، نفسه اللي قسناه بالبداية تقيسوه هنا. تجون طبعا انا راح اجيب هالشكل عدله، بعدين ارتب القصه. هذا كله ندبه تاخذوه، لين هذا لا بقيتوه راح تبوط من يم الصدر، فلازم هذا تنأخذ بهالشكل. شوي بعد حاخذ حتى تقعد الردن حلوه. طبعا هسه انا ما اريد اي شيء بيها، راح اسويها بس هيك فيكه مثل قصه التفاحه. هاي بهالشكل. هسه راح اشوف لكم الردن شلون نسويها وتقعد عندنا عدله وما تطلع من الظهر من يقعدون. شوف ايش قد حلوه. هسه راح ارتب لكم الردن عماتين. هاي الردان تقريبا الردن قياسها 54 53 هيك شيء، يعني قياس الردن. زين احنا كتف وياها، ما عندنا مثلا نقول كتف بيها، لازم كتف وياها. يعني ايش قد راح يصير؟ هسه انا راح افهم لكم بالضبط ايش قد راح تصير عندنا حتى تجي مضبوطه وحلوه مرتبه. شوف شلون طبقتها، هي مو 50 يعني نص متر، خليتها بهالشكل مو بالعرض. بالعرض راح تصير 3/4 الردن او نص ردن، لا احنا نريدها. هسه ايش قد لازم ناخذ؟ احسبوا 10 سنتيم كتف و54 ردان، يعني راح تصير عندنا 64. زين هسه انا اقول لكم بالاشبار 64 ايش قد تصير. زين انا احتاج كفه للردن وكفه للكتف، يعني تقريبا فنقول اصبع منا اصبع من هنا، يعني خلينا نقول 68 او نخليها 70. هسه انا خليتها 70. هسه انا اقول لكم ليش، لانه بات يروح بالخياطه تروح بالكف زايد. هاي خليتها 70. هسه انا انتهى من قصيت الطول. هسه اني اوكي، بعدين اشرح لكم ايش قد اخذت بالسنتيم. طبعا انزل بيها، ما اقول لكم ما انزل بيها، لا اقل شيء ايش قد هي انزل بيها. راح انزل 38 لهنا راح انزل بيها. ايش قد؟ يعني شبر وفتر ضبط، شبر وفتر ضبط، يعني 38 نزلت بيها. هسه انا احسن لكم. زين منا ايش قد حتى تجينا مضبوطه. اكثر شيء خلوها 10. هاي ما تريد دلع، اللي تريد دلع لا خلوها 12 13 10، يعني 10 سنتيم وعلى الايد 5 اصابع. 10 سنتيم على هاي و5 اصابع على هاي. تجون بهالشكل. ماكو اسهل من عندها. ونضيف ندب هاي الزايد. هاي هالشكل. هسه عندنا الردان نقلبها منا الردن البزمه، يعني البزمه مال الردن. ايش قد نخليها فتر واصبعين كلش كافي ويا الخياط، يعني هذا فتر او نخليها شبر كامل
هي وخياطة وكاملة. وشون تجون بيها بهالشكل، هاي اسهل منها. اروح بيها عكس. هاي الردان مضبوطة 100%. هسه ايش قد انا اخذت ردان كاملة؟ شوفوا، شبر، شبرين، 3 وفتر، 3 شبارة وفتر طول الردان، والشبر منا البزمة ومنا 5 أصابع، ونزلنا شبر وفتر كامل. هاي النزلة. هسه نفتحها. هسه لازم نسوي الظهر عن شلون راح نسويها بقى، ركزوا. راح ناخذ من جهة ننقص من عندها. شوفوا، راح اخذ من هنا تقريبا من هنا ايش قد 5 أصابع، 2 مطبوقة باعوا. طب هاي ردانين باعوا 2 و2 مال ظهر عفتن باعوا، 2 مال ظهر عفتن. بس ركزوا، هذا اسود، اذا الوان لازم تطبقون لون على لون وترتبوها. ايش قد ناخذ من هنا نبقي؟ ناخذ فد اصبعين كلش كافي بهالشكل، حتى ما ترجع لي ورا وتقول لك تجيك تقول لك اشو اني الدشداشه مالتي راجعه لي ورا. اي مو اكو غلط بالدشداشه. خلينا نعدلها هاي من هنا. هسه هاي رتبتها، اعدلها شويه. هسه راح اشوف لكم شلون الربط على الظهر هسه نقول، هسه حرتب لكم اياها. هذا الظهر مثلا مفروض انا الظهر كل شيء ما لعبت فيه. هذا الظهر، وهنا عندنا الامام. شوفوا تابوا، هذا الامام، وهاي الدلعه وينها؟ اي هاي. شوفوا انتبهوا ركزوا، نطبق ابط على ابط. انا بس بدي اشرح لكم الفصل حتى شوفوا شلون هنا اخذنا زايد على مود لا تفوت عندها وتقول لكم انا هنا مخازي بهالشكل. هسه احنا شو سوينا؟ طبعا اذا سويتي نفس القياس مال اللي انا دا اقصده الظهر والهاي، طبعا راح ترجع لي ورا وتبهدلها. هسه احنا سوينا جهتين مقصوص من عندها. شلون راح اعرف انا الجهتين؟ تطبقون هاي، شوفوا تطبقون هذا ابط على ابط وتشوفون يا هي الجهه اللي انقصت اكثر، حتعرفون بدون ما تروحون شيء، حتعرفون. شوفوا وين عرفنا هاي مال الصدر. هنا انا عرفت. وش راح اسوي اني حتى ما ادوخ بيها؟ الصراحه راح اخذ من عندها قرضه. اخذت قرضه يعني اعرفها هاي مال الصدر. هسه شوفوا حربط هاي راح تصير للظهر، هاي راح تصير للظهر. شوفوا، وهاي راح تنزل بعد شلون جتي عدله، وهاي راح تنزل للصدر. شوفوا جتي عدله بدون ما ادوخ نفسي. انا شرحت ما يرضي الله. هسه هنا همتين، هاي للظهر باعوا، هاي للظهر، هاي للظهر. وهنا راح نجي نضيفها للامام. شوفوا ما تروح لحتى روحه للقاضي ومرتبه وعدله بدون خياط. هسه بدون ما اخيط هي مفصله بالكامل ومو فشي. طبعا انتظروا الفيديو الخياطه مالته الجزء الثاني. شوفوا لو باكر لو عقبه انزل لكم. راح انزل لكم الخياطه مالتها بكل تفاصيلها لو باكر لو عقبه. انتظروني الجزء الثاني. شكرا على المشاهده.